السلام عليكم متابعين سلاب محايل، وحياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. أنا الآن متواجد على طريق الريش، وما شاء الله تبارك الله زي ما تشوفون أمطار رحمة بدأت تنزل. الله ما شاء الله، كل ما قربت من الريش كل ما زادت الأمطار زيادة. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما تشوفون الآن على مدخل الريش، سبحان الله هنا ما جاء مطر مرة، سبحان الله. صحيح يا اخوان المطر توقف، ولكن الاجواء ما شاء الله تبارك الله جميله جدا، وانا ما زلت في طريقي ان شاء الله. خلوكم معي. حياكم الله متابعينا من جديد. انا داخل الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران الكريم بتهامه بالاسمر وبالاحمر بخميس مطير. بكم مرافقي ان شاء الله طول هذه الفتره ابو راشد مدير العلاقات العامه بالجمعيه. حياك الله معنا شيخ. سلمك الله يا ابو حاتم، وتتشرف الجمعيه بوجودكم معنا، فمرحبا الف. تفضل. سلامك الله. الجمعيه طاعه الاجتماعات، حيث تتم هنا اجتماعات منسوبو الجمعيه. ثاني اقسام الجمعيه قسم الشؤون التعليميه، ويتضمن هذا القسم شؤون المعلمين وشؤون الطلاب ولجنه الاختبارات والاشراف التعليمي، حيث يختص هذا القسم بجميع ما يخص حلقات البنين، في كل حلقة درج خاص بها، ويكون هنا موظف القسم ومدير القسم، ويكون هنا لجنة الاختبارات الخاصة بطلاب المرحليات. ثالث أقسام الجمعية قسم الشؤون الإدارية والمدير العام. رابع أقسام الجمعية قسم العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية. الآن معنا الشيخ رفيد محمد الأسمري مدير عام الجمعية. حياك الله معنا شيخ. مرحبا، حياكم الله. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بالأسمر وبالأحمر بررة أنشئت بترخيص رقم 6/21 في 15/6/1433، وهي تتكون من 22 حلقة، 13 حلقة للبنين و9 حلقات للبنات، يدرس بها ما يقارب 450 طالبا وطالبة. وقد أعدت الجمعية خطة استراتيجية للخمسة أعوام القادمة بدءا من هذا العام 1438 هجري. وتعليم القرآن الكريم يكون بالنفس وبالمال وبالفكر، فساهم معنا في هذا المشروع المبارك، مشروع تعليم القرآن الكريم، من خلال مشروع الاستقطاع الشهري من خلال القنوات التالية: خدمة المباشر للأفراد لدى مصرف الراجحي، أو زيارة الجمعية وتعبئة الاستمارات المخصصة للاستقطاع، أو الاتصال على رقم الجوال المسجل 0535317772. مثل ما تشوفون هنا هذه الكراتين اللي فيها التقاويم اللي تبرعتم أنتم فيها، ما عاد بقى إلا هذه الكمية فقط. جزاكم الله كل خير، جزا الله خير الجمعية اللي سهلت هذا الأمر على الناس. في النهاية حاب أشكر القائمين على الجمعية، جزاهم الله كل خير على ما يقومون به من أعمال، وكثر الله خيرهم على حسن الاستقبال والحفاوة، فجزاهم الله كل خير. ثانيا حاب أشكركم أنتم متابعينا، لولا الله ثم أنتم ما وصلنا اللي وصلنا له. كرمونا اليوم وأعطونا شهادات وشكرونا، وهذا كله بعد فضل الله سبحانه وتعالى من دعمكم أنتم، فجزاكم الله كل خير. كان معكم في هذه التغطية أخوكم أبو حاتم الشهري من التغطيات، وأحمد صورة من الإشراف. في أمان الله.
الله.